فكرت قبل كده يا صديقي ليه لما حد بيجي يصحيك من النوم بيقعد يقول لك حم حم او محم؟ طب هل فكرت اول حاسه بتشتغل لما بتولد هي ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ دايما في اللفظ القراني بنسمع يا صديقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل لكم السمع والابصار وشق السمع وجعل السمع الى غير ذلك من المعاني والايات الكتيره اللي بتدل ان السمع قبل البصر. ليه ربنا قال كده وما كانش مثلا بيقول البصر والسمع؟ طبعا ده مش ده اعتراض على لفظ القرآن يا صديقي، ده احنا بنتدبر ونتأمل في القرآن عشان احنا في رمضان يا صديقي وده شهر القرآن. سألنا نرسل لك الاشتراك وتابعنا علاقتنا على الواتساب، رابط اللي في وصف الفيديو، تقرأك في تعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بينا صديقي نفهم القرآن، يلا بينا نفهمه بروقان. الله عشان الله يا سلام. المهم يلا بينا. ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول السمع والابصار ده لها حكمه كبيره جدا. ليه بقى يا صديقي؟ لان انت اول حاسه بتشتغل لما بتتولد هي السمع. انت اول ما بتخش للدنيا كده بتسمع ما بتشوفش، انت اول ما بتتولد بتكون اعمى، فلما بتسمع كده يا سلام دي اول حاجه بتشتغل. ثانيا السمع ده بيشتغل وانت في بطن الوالده، ربنا يبارك لك فيها او ربنا يرحمها. فالسمع بيشتغل وانت وانت جنين، انت جنين سمعك بيشتغل، وانت نايم يا صديقي السمع بتاعك بيشتغل. عشان كده لما بيجوا يصدعوك وانت نايم محام 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 ويصدعوك بقى ما كده. ثالثا يا صديقي ربنا سبحانه وتعالى السمع ان هو بيفضل شغال اول حاسه بتشتغل، وبيفضل شغال حتى وانت نايم. وربنا سبحانه وتعالى عشان كده اصحاب الكهف عشان ما يزعجهمش سبحانه وتعالى قال حاجه عظيمه جدا جدا جدا. قال لك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على ايه؟ آذانهم، يعني خلاهم بيسمعوش، لان هم لو بيسمعوا كانوا صحوا، لان الضوضاء حواليهم كتير. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بحكمته خلى ايه؟ ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ده من حكمة برضه ربنا سبحانه وتعالى. كمان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان شايف واحد أمي في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا يعرف القراءة الكتابة، بمعاييرنا احنا طبعا ما بقولش على النبي كده، لكن هو معاييرنا احنا جاهل ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، ولا عمره سافر هنا ولا هنا ولا اليونان ولا راح اوروبا ولا راح حته عشان يتعلم ولا عشان يدرس فلسفه ولا اي حاجه، ولا قرا كتب السابقين ولا انجيل ولا قراش اي حاجه. ومع ذلك يجي باللفظ القرآن الدقيق ده حاجه قليله جدا من المعجزات القرانيه كتير كتير قوي 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 قوي. فانت متخيل ان ده نبي امي رسول في صحراء ما قراش كتب السابقين ولا يعرف لغات تانية يجي بحاجه زي كده؟ لسه العلماء مكتشفينها دلوقتي ان السمع هو اول حاسه بتشتغل، او انت نايم سمعك بيشتغل أو الى اخره. فدي حاجة عظيمة جدا، وده دليل كبير جدا جدا من دلائل النبي، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم يا صديقي نتأمل في القرآن. القرآن أنزل لكي يتدبر. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مش للقراءة بس. يعني أنت خدمت القرآن 20 مرة، ماشي، خدمت القرآن 20 مرة، حلو. هل أثر فيك؟ هل تدبرته؟ هل فهمنا معانيه؟ انا بذكر نفسي بصوت عالي برضه، يعني انا برضه كلنا خطاؤون وكلنا شايلين ذنوب قد كده. بس يا صديقي لازم نتدبر ولازم نتامل في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى عندما نلقى الله يكون القرآن صاحبا لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن، وممن يصاحبون القرآن، وممن هم على صلواتهم يحافظون، وممن يتقبل منهم ربهم سبحانه وتعالى أعمالهم أعمالهم وهو راض عنهم سبحانه وتعالى. والموتوسيكل بيمس علينا يا صديقي وبيختم معنا الفيديو. وبس يا صديقي انشروا الفيديو في الدل على الخير كفاية عليه. أزال الله عنكم المهم شرحنا لكم صدور وصدقات وقاتكم فإنه هو الحي القيوم، وسبحانه يعلم أن فيه يحبكم فإنه علام الغيوب. إن كان توفيق فمن الله وإن كان من فضل فمنه من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.